بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معانا النهاردة في الفيديو الرابع والسكيلية الرابعة من مهارات في الإكسل. تعالوا نرجع كده للسكيل ليست. احنا كنا اتكلمنا عن الفي لوك اب وعن البيفت تيبل، عن التكست كولوم وعن الكونكات، والنهاردة المهارة الخامسة هناخد اف واند واور، لأن التلاتة دول ثلاث معادلات او ثلاث دوال مرتبطين ببعض. تمام، نروح بقى كده نشوف ايه الدنيا. اف دي عبارة عن ايه، واند واور والكلام ده. اف دي دالة شرطية عفوا، يعني ايه دالة شرطية؟ يعني انا بقول له لو حصل حاجة هتعمل لي حاجة معينة، لو ما حصلش هتعمل لي حاجة تانية. زي ايه؟ مثلا بقول لك لو جعان كل، طب لو مش جعان خلاص ما تاكلش. لو انت مثلا لو متأخر عن مشوارك اركب تاكسي، طب لو مش متأخر خلاص امشي. فهي ده المفهوم بتاعها. ده كده ايه، شرح بالبلدي كده، ايه شرح بسيط. اند واور هنشوف بقى ايه بيعملوا ايه دلوقتي. خلينا تعالى نكتب ايه دالة اف دي كده ونشوف اهو. يساوي اف، انا مثلا عايز اقول له ان لو الخلية A2 اكبر من B2 هات لي ايه، هات لي A2، هات لي الخلية الاكبر يعني. طب لو العكس هات لي الايه، هات لي الخلية التانية. تعال نشوفها ونشوفها مع لو انا عايز اجيب اكبر خلية، لو الخلية اللي انا بقارنها باللي بعديها اكبر او اصغر. تعال نشوف هنكتب ازاي. بص، اف بتاخد ايه، ثلاث معطيات. لوجيكال تيست ده الشرط بتاعي، والفاليو اف ترو يعني لو الشرط اتحقق ايه اللي هيحصل، والفاليو اف فولس لو ما اتحققش ايه اللي هيحصل. فانا هقول اف ان الخلية دي اكبر من الخلية دي هتجيب لي ايه، هتجيب لي انا عايز الخليه الكبيره، يبقى هات لي ايه لو الشرط اتحقق، هات لي الاي 2. ما هو معنى كده ان ايه، انا عايز الخليه الاكبر، فالشرط هنا اتحقق يبقى هتجيب لي الايه الاي 2. طب لو ما اتحققش خلاص يبقى هات لي البي 2. يبقى اكيد ايه، اكيد البي 2 هي الاكبر. ما هو انا الشرط بقول له لو اي 2 اكبر من بي 2، فمعنى كده ان لو الشرط اتحقق يبقى الاي 2 اكبر، فانا عايز الاكبر فهقول له ايه هات لي الاي 2. طب لو ما اتحققش معناها بقى ان البي 2 هي الاكبر، فهقول له ايه هات لي البي 2، وهقفل القوس وهدوس انتر فجاب لي الايه الاي 2، لان الايه، لان الخليه الاكبر اللي هي الايه الاي 2. طب تعالى نعملها كده مثلا في اللي تحتيها. هقول له يساوي اف، تمام، لو الاي 2 اكبر من السي، تمام، فهيقول لي ايه، هقول له ايه هات لي الايه، هات لي الاي 2، هات لي الاي 2. طب الاي 3 سوري الاي 3. طب لو العكس، لو ما حصلش خلاص هات لي الايه السي 3. تعالى نقفل القوس اهو، نقفل هتلاقي هنا جاب لي الايه اللي هي سي 3. طيب اند بقى واور بيعملوا ايه؟ اند دي معناها هي بيعمل تشيك على شرطين لازما الاتنين يتحققوا مع بعض. يعني ايه؟ يعني انا هي الداله دي بترجع لي ترو اور فولس، يعني هي بتعمل لي تشيك عشان تقول لي الشرطين اللي انت حاططهم دول ترو اور فولس، ولازما عشان تديني ترو لازما الاتنين الشرطين يتحققوا. يعني تعالى كده نشوف، نقول له نساوي اند، تمام. عامه اند واور في معظم الاحيان او يعني تقريبا في كل الاوقات وانت شغال انت مش هتستخدمهم لوحدهم، انت دايما بتستخدمهم مع اف، يعني اف اند واف اور، تمام. بس ايه، احنا بنفهمك اند لوحدها واور لوحدها بتعمل ايه، بعد كده هن ايه نقدر نستخدمها مع اف اند او اف اور. ادي اند بتاخد ايه، بتاخد عدد معطيات لا نهائي انت اللي بتحدده، انت بتديها شروط لازما الشروط دي تتحقق مع بعضها. يعني بتقول له الشرط الفلاني والشرط الفلاني والشرط الفلاني، فوادي معناها ان ايه الشروط تتحقق مع بعضها. يعني هقول له بيساوي انت، تعالى نتشيك مثلا هل مثلا العشرة دي اكبر من الخمسة، تمام، وهديله الشرط التاني هل مثلا العشرة دي اصغر من ال35. كده انا اديته ايه شرطين. هو عشان يديني ترو، طبعا انا لو عايز ازود هفتح القوس تاني، لو عايز ازود هعمل كوما وازود كمان شرط تالت واعمل كوما وازود شرط رابع واعمل كوما وازود شرط خامس، زي ما انت شايف كده. ايه هنا اللوجيك عمال بيزيد معايا. فانا طبعا ايه، انا مش عايز اكبر الموضوع، انا هو عايز اتشيك على اتنين كونديشن، عايزهم الاتنين يتحققوا عشان يديني ترو، لو ما تحققوش يديني فولس. فانا بقول له هل العشرة اكبر من الخمسة،
وهل ال10 اصغر من ال35؟ هعمل كده هيقول لي ايه؟ ترو. يبقى اذا معادله اند دي بترجع لي ترو اور فولس. طب تعالى نعملها مره تانية نخليها ترجع لي فولس عشان تعرف ان هي لازما الشرطين يتحققوا. انا هديها شرط صح وشرط غلط. بص كده، انا هنا هاجي اقول له مثلا هل ال5 اصغر من ال10؟ طبعا ادي الشرط الاولاني اهو، طبعا الشرط ده هيتحقق. هعمل كوما واديله الشرط الثاني، هل ال5 اكبر من ال20؟ يبقى انا في الشرط الاولاني قلت له هل ال5 اصغر من ال10؟ فطبعا هيبقى ترو. طيب الشرط الثاني، هل ال5 اكبر من ال20؟ طبعا هيبقى فولس. بما ان في واحد من الشروط ما اتحققش فالنتيجه هتطلع ايه؟ هتطلع ايه ده؟ سوري، عشان ما حطيناش اند هنا، سوري. ادي اند اهو، تمام اهو، اداني فولس. يبقى انا هنا اداني ترو ليه؟ عشان الشرطين اتحققوا. هنا اداني فولس ليه؟ لان شرط اتحقق وشرط لا. تعالى بقى نشوف اور يعني العكس. يعني لو واحد بس من الشروط اتحقق هيديني ترو، لو كل الشروط ما اتحققتش هيديني فولس. لكن لو شرط واحد اتحقق، هنا في اند لازما الشروط كلها كانت تتحقق، في اور لازما شرط واحد على الاقل يتحقق. تعال نشوف كده، يساوي اور اهو، تمام. هقول له هل ال10 اصغر من ال5؟ طبعا ده كده ايه؟ غلط، ال10 مش اصغر من ال5، يبقى الشرط ما اتحققش. بس انا هديله شرط تاني صح عشان يديني ترو. هقول له بقى هل ال10 اصغر من ال35؟ وهقفل القوس وهدي هنا قال لي ترو. ليه؟ تعالى بص كده في المعادله بيقول ايه؟ اور او هل ال10 A2 اصغر من الB2 اللي هي ال5 او ال A2 اصغر من الC2. يعني لو واحده فيهم اتحققت اديني ترو. تعالى بقى نعمل نفس المعادله ونقول له يساوي اور ونديله بقى ايه؟ كل الشروط غلط عشان يديها لي فولس. فهاجي هنا مثلا هاجي اقول له هل ال5 اكبر من ال10 دي؟ طبعا غلط. هقول له او ال5 دي اكبر من ال20 دي؟ طبعا هيبقى غلط، فهيقول لي ايه؟ فولس. اذا معادله اند ومعادله اور بتديني ترو اور فولس. طب انا هستفاد منهم بايه او هستخدمهم في ايه؟ هستخدمهم مع اف. دايما بتلاقي اف اند واور مرتبطين ببعض. يعني انا عايز احط شرط، هقول له هو هنا بيتشك ترو ولا فولس، وبيقول لي هي ترو ولا فولس. لكن لما بدخلها مع اف فبيحصل ايه بقى؟ ان انا بديله كذا شرط، لو اتحققوا هيعمل لي حاجه، لو ما اتحققوش هيعمل لي حاجه. وده بالنسبه لاند. بالنسبه لاور برضو بقول له اف بديله كذا شرط، لو واحد فيهم اتحقق اعمل لي حاجه، لو واحد فيهم ما اتحققش ايه؟ هتعمل لي حاجه تانية. تعال نشوف الكلام ده. هقول له يساوي اف وافتح قوس اف. لما باجي اكتب معادله مع معادله بفتح قوس المعادله الاولانيه وبحط المعادله الثانيه جواها من غير يساوي. يعني ايه؟ تعال نشوف اند. انا هديله شرطين. انا عايز دلوقتي هقول له لو هفتح قوس اند ده هديله كذا شرط، هقول له لو الشرطين دول اتحققوا اعمل لي حاجه، تمام ماشي. فانا ايه؟ هاجي اقول له مثلا هل ال10 اكبر من ال5؟ ادي الشرط الايه؟ الاولاني، وايه؟ وهحط كوما عشان اديله الشرط التاني. هل ال5 اصغر من ال35؟ ادي كده ايه؟ انا اديت له شرطين اهمت والشرطين ترو. خلي بالك اللي هيرجع من المعادله دي ترو. فهقول له لو الشرطين دول اتحققوا هتقول لي ايه؟ اكتب لي مثلا جمله the logic is true مثلا. انا ممكن اعمل اي حاجه، ممكن اقول له اديني قيمه خليه معينه. يعني انا ممكن اقول له هات لي مثلا ال مثلا 1 او M1. يعني ممكن انا اعمل اي حاجه، بس انا ايه؟ بعمل لك تسك. فاقول له ايه؟ the logic is true. تاني لو الشرطين ما تحققوش فاكتب لي جمله the logic is false. ماشي، واقفل الكوتيشن واقفل المعادله، تمام. طبعا لازم تاخد بالك من حاجه، لما بتحط معادله جوه معادله انت لازم تقفل قوس المعادله اللي جوه، تمام، عشان تقدر تتنقل للمعطى الثاني من المعادله اللي بره. خلاص في الاخر تقفل القوس اهو. تعالى ايه؟ نعمل دبل كليك كده. قال لك ذا لوجيك از ترو. ليه؟ تعالى بقى نشوف كده المعادله بتقول ايه. لو الاي 2 اللي هي ال10 اكبر من بي 2 اللي هي 5 والبي 2
اصغر من اللي هي الخمسه دي اصغر من السي 2 اللي هي ال 35، اديني اللوجيك از ترو، ولو غلط اديني اللوجيك از فولس. تعالى نعمل احنا نخلي شرط يفضل متحقق والشرط التاني نخليه ايه ما يتحققش عشان نشوف المعادله هتديني ايه. ماشي، انا هنا بقول له الاي 2 اكبر من البي 2، تمام، يبقى احنا لازم القيمتين دول هيبقوا زي البي 2 اصغر من السي 2. انا اخلي دي مثلا 4 عشان السي 2 هي اللي تبقى ايه، هي اللي تبقى اصغر. تعالوا نشوف بقى هنا ايه اللي هيتكتب هنا. ذا لوجيك از ترو، بص لما ادوس انتر هنا بقى ايه، ذا لوجيك از فولس. ليه؟ لان واحد اتحقق والتاني ما اتحققش. تعالى بقى نستخدم اور، فهقول له هنا اف، تمام سوري، يساوي اف، وافتح القوس بتاع اف، وهقول له اور، وافتح القوس بتاع اور. فهقول له لو الخمسة دي اكبر من العشرة، او هحط كوما، او العشرة اصغر من العشرين، تمام، اقفل القوس بتاع اور. هقول له بقى لو واحد فيهم اتحقق هكتب لي one condition is true. one condition is true يعني في شرط واحد صح، كوما. طب لو ما اتحققش في الفاليو اف فولس بقى بتاعت اف، فاقول لو ما اتحققش هتقول لي no condition is true يعني مفيش no condition is true يعني مفيش ولا condition صح. واقفل معادلة اف ودوس ايه انتر. بص هنا كده قال لي ايه، one condition is true يعني معنى كده ان في شرط واحد اتحقق. انا بقول له ايه، الاي 3 اللي هي الخمسة اكبر من البي 3، فلقى الشرط ده اتحقق. الشرط التاني هل العشرة اصغر من العشرين، الشرط ده ما اتحققش بس هو لقى واحد اتحقق. فطالما لقى واحد اتحقق فقال لك ايه، one condition is true. طب تعالى نبوظ الكونديشن ده، خلينا مثلا هو هنا بيقول له ايه، الخمسة اكبر من الخمسة اكبر من العشرة، او العشرة اصغر من العشرة. تعالى نبوظ الشرط الصح. الشرط الصح اللي هو التاني هو ده اللي صح، العشرة اصغر من. طيب خلينا بقى نحط هنا ايه، 9. ماشي، وتعالى ندوس انتر. قال لك ايه، no condition is true. تعالى نرجع تاني كنترول وزد. بص هنا بيقول لك one condition is true. تعالى لما نخليها 9 وندوس انتر قال لك ايه، بص هنا no condition is true. يبقى كده ايه، مفيش ولا شرط اتحقق. تمام، يبقى اند لازما كل الشروط تتحقق، اور لازما ايه، شرط واحد يتحقق فعشان يديني ترو. كده يبقى احنا خلصنا اف واند واور، وليها تطبيقات كتير وتطبيقات معقده، لكن ده المفهوم البسيط بتاعها. تقدر بقى انت تركبه على اي كيسه عندك انت شغال عليها. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.